بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمغترب اليمني الذي طلع يعرض فلوس وأنه يصرف باليوم 1000 ريال يمني، هذا شيء طبيعي، هذا من حقه، ماله حقه، أعطاه الله، أداله الله، يصرف كما يشتي، يصرف باليوم حتى 10,000 ريال. إيش عليكم منه؟ إيش دخلكم منه؟ الذي يطلع يسبه، والذي يطلع مدري إيش، والذي يطلع يتكلم عنه، والذي يطلع يقول عنه كلام، مثل الإعلامي المشهور أحمد علاو، الإعلامي الكبير أحمد علاو، طلع يقول: أنا أعرف هذه العينات من الشباب وأنا داري إيش تشتين، أنت بتخرط عشان البنات يراسلينك. ايش هذا من كلام؟ ايش هذا من اسلوب؟ هذا كلام خطير وكبير وثقيل، والله انه ثقيل في حق المغترب، وفي حقك انت كاعلامي، وفي حق الشعب اليمني. يعني البنات يراسلين اي شخص، من ما طلع يعرض شوية فلوس طلعين يراسلينه. عيب، عيب، هذا الكلام عيب. احنا ما علينا منه يصرف كما يشتين، حقه. انسان تعب وشقي واغترب وسهر وفعل كل شيء، يصرفها، يأكلها حقه، يصرف حتى 1,000,000 ريال يمني، ما علينا منه. الله يستر عليه، الله يستر عليه، هذا شيء طبيعي. لكن لا، احنا الشعب اليمني نتجرح من هذا الكلام، نتجرح إذا من معه فلوس، نتجرح إذا من يطلع يعرض فلوس. ما بش معانا. ايش المطلوب؟ يديها لكم، يديها للشعب اليمني، حقه، اغترب وتعب وشقي، الله يستر عليه. لكن لا، من ما طلع يعرض معه سيارة قلنا هذا يزنط على الشعب اليمني، من ما طلع يعني معه زلط قالوا هذا يزنط على الشعب اليمني، من ما طلع يصور أرضية قالوا هذا يزنط على الشعب اليمني، من ما طلع معه عمارة قالوا هذا يزنط على الشعب اليمني. ايش نفعل؟ طيب ايش نسوي؟ أدالهم الله، رزقهم الله، الله يزيدهم من فضله، والذي ما معوش الله يرزقه ويفتح عليه.